لو شفت المية بالشكل ده ما تنزلش، ولو نزلت اخرج منها بسرعة، عشان لو ما خرجتش ممكن تدخل جوه ريب تايد او تيار جارف. طب اعرف ازاي انه موجود في الشط اللي انا فيه، واتصرف ازاي لو دخلت جوه التيار ده؟ تعالوا نشوف. كل سنة منقذين الشواطئ بينقذوا عشرات الالاف على مستوى العالم، و4 من كل 5 من اللي بيتم انقاذهم بيكون بسبب التيار الجارف. يعني هو اخطر حاجة ممكن تحصل لك في البحر. القروش اللي معمول عليها الضجة دي بتهاجم 12 انسان بس كل سنة، وانت تعرف تتجنب التيارات دي لو قدرت تحدد مكانها. هتلاقي مناطق هادية بين الامواج بشكل غريب، وهتلاقي كمان لونها مختلف عن باقي المية. تبقى عبارة عن قنوات ضيقة المية بتتحرك فيها بسرعة بعيد عن الشط، ولو دخلت في التيار هتتسحب بعيد عن الشط، وملهاش علاقة بالجو. يعني مش شرط يكون في رياح جامدة او عواصف، عادي ممكن تحصل في الصيف او في الشتاء. في بعض الحالات بس مش كتير ممكن تسحبك لتحت كمان، مش بعيد عن الشط بس. التيارات دي بتسحب بسرعة 60 سم في الثانية، وممكن توصل ل 2.5 متر في الثانية، وده أسرع من السباحين الأولمبيين. فهتلاقي نفسك في ثواني بعدت أكتر من 10 متر عن الشاطئ. طبعا لو دخلت في التيار أول حاجة هتعملها إنك تحاول ترجع تاني ناحية الشط. الكلام ده غلط، كده أنت بتضيع وقتك وطاقتك على الفاضي. السباحة عكس تيار قوي زي ده هتتعب بسرعة، وهيفضل يبعدك أكتر، كأنك بتجري على مشاية بالظبط. هتتعب وهتقلل فرصك في النجاة. طيب تعمل ايه عشان تزود فرصك في موقف صعب زي ده؟ احسن حاجة تعملها انك تهدى وما تقاومش التيار خالص، وتعوم معاه بعيد عن الشط. عند نقطة معينة هتلاقي السحب ابتدى يضعف وسرعة التيار بتقل، لان طوله في العادي مش بيعدي ال 25 متر. وقتها هتبقى اتحررت من السحب الشديد. عوم يمين او شمال واطلع ورا التيار، ووقتها تقدر تطلب مساعدة من منقذ الشاطئ. الحقونا الحقونا اغثونا اغثونا. او لو لسه فيك حيل عوم للشاطئ بعيد عن التيار، واحمد ربنا انه انقذك من الموت. بس حتى بعد ما تطلع الموضوع ممكن ما ينتهيش عند كده. خلال 48 ساعة ممكن يحصل حالة اسمها بولمونري إيديما، بتيجي بسبب المية الكتير اللي بتدخل الجهاز التنفسي وانت بتقاوم التيار، وبتعمل صعوبة في التنفس وبتبدأ تكح وبتحس بألم في صدرك، ولازم تروح مستشفى بسرعة عشان قلة الأكسجين ممكن توصل للوفاة لا قدر الله. طبعا لازم نبعد عن الشواطئ اللي بيكون فيها تيارات جارفة كتير، زي النخيل في اسكندرية وشاطئ مطوبس في كفر الشيخ. ومهما حصل ما تنزلش شاطئ ما فيهوش لايف جارد محترف. حياتك مش رخيصة، حافظ عليها. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. وما تنساش دول.